السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة شهوات فدوى. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جوج تشكيلات من العصائر المنعشة اللي كيجيو لذاذ بزاف وكيخرجوا كمية وفيرة. فهاد العصير الاول ديال الخيار اللي كيجي غزال بهاد المكونات اللي كنضيفوا ليهم، وكيخرج حتى هو كمية وفيرة، وكما كتشوفوا الختورية ديالو راها باينة كيشهي. والعصير الثاني عصير الجزر والبرتقال اللي كنضيفوا ليهم بعض المكونات اللي كيجيو من اروع ما يكون، منعش وصحي، والختوريه ديالو يا سلام، العصير كيتكلم على نفسه. فيلا معايا نبداو بطريقه التحضير. فاول حاجه غادي نبداو بها هي الخيار. عندي هنا واحد الخياره تكون كبيره مغسوله ومنقيه مزيان، وغادي نقطعوها بهذا الشكل هذا، طروفه يكونوا صغار. هاد الخياره اللي غادي ندير غادي تخرج ليا يطرو ديال العصير. الا بغيتو تضاعفوا الكميه غادي ديروا جوج خيارات وباقي المكونات اللي غادي نشوفوهم من بعد. فاش غادي نساليو التقطاع غادي نزيدو نقيو تفاحه بالقشور ديالها، يعني مغسوله مزيان. غادي نقيوها من داك الشيء اللي كيكون فيها في الوسط، ديك الزريعه اللي كتكون فيها في الوسط. الصراحه هذا العصير كيجي منعش رائع. الا بغيتو تزيدوا معاه حتى وريقات ديال النعناع حتى هما كيجيو غزال. انا بالنسبه ليا ما كنضيفوش لانني غير بوحدي اللي كنشربو، ما كيشربوش معايا وليداتي، ولكن راه كيجي بالفعل غزال. غادي نقيو التفاح مزيان حتى هو، وغادي نقردوه طريفات. وغادي نجيبو خلاط الكهربائي والماء. الماء يكون بارد من الاحسن، والا ما كانش الماء بارد فاش غادي تطحني العصير وتسالي ديريه في الثلاجه. غادي نضيف 3 ملاعق من السكر، وطبعا السكر كيبقى على حسب الذوق، تقدري تزيدي اولا تنقصي. هاد 3 ديال المعالق ما كيجيب لياش يعني العصير حلو، كيجيب ليا ناقص واحد شويه. انا ما كنبغيش العصير يكون زايد في الحلاوه بزاف. وانت تقدري ديري تقريبا كاس ما يكونش عامر، يعني 8 ديال 5 ديال المعالق غادي يجيك هو هذاك معتدل. غادي نطحنوا المكونات مزيان، غنخليه تطحن مزيان تقريبا واحد 2 دقائق حتى ما كيبقاوش يبانوا دوك الطريفات فيه في العصير. من بعد غادي نزيد واحد المكون اللي هو رئيسي في هذا العصير، دانون او يوغورت ديال البيستاج. هذا هو السر ديال هذا العصير ديال الخيار والتفاح اللي كيجي من اروع ما يكون، وهي فعلا يستحق التجربه. غادي نزيد له 8 ديال واحد الكاس عامر ديال الماء، وغادي نعاود نطحن المكونات غير واحد الخلطه، يعني ما نطحنوش بزاف لانه كيكون مطحون. وغادي نقدموه بالصحه والراحه. انتما كتشوفوا كيفاش كيجي الختوريه ديالو والمذاق ديالو والشكل ديالو روعه يا سلام. بالفعل يستحق التجربه، جربوه وردوا عليا. انتما غادي نوريكم دابا الختوريه ديالو كيفاش كيبان. عصير منعش اقتصادي وفي نفس الوقت راه صحي لينا ولوليداتنا، وكيبرد لينا حتى العطش في هذا رمضان. والعصير الثاني اللي هو عباره عن الجزر والبرتقال. غادي نقيو الجزر ديالنا مزيان، غادي نحيدوا له دوك الجوانب، وغادي نفرقوه هكا على جوج. الا كان عندكم فيه ديك الوسط خضر فمن الاحسن يتحيد، والا كان عندكم بحال هذا الشكل هذا ديالي غادي نخليوه، وغادي نخلي دوك الجناب اللي فيه داك الوسط ديالو خضر. ضروري ما نحيدو لان كيطلق لي المروريه في العصير وما كيجيش بنين. غادي نقطعوه طريفات صغار. غادي نخلي هذاك الجنب الفوقاني لانه فيه واحد البلاصه خضراء، غادي نخليها حتى تنقى. انا كنفضل نخليه هكا بالاخر ديالو، يعني بالقلب ديالو باش يبقى صحي اكثر. صافي غادي نقيو هذوك اللي فيهم القلب ديالهم خضر،
وغادي نديرو يتسلق. غادي نجيب واحد الكاسرونه، غادي نضيف فيها واحد الربع ديال الكاسرونه ولا نص ديال الكاسرونه ديال الماء، وغادي نضيف فيها داك خيزو، وغادي نزيد عليها واحد السكر فاني، وغادي نحطها طيب. السكر فاني باش كيهرس ليها ديك المذاق ديال الخضره، يعني داك المذاق ما كيبقاش مجهد، داك الفاني كيعطيه واحد اللوغو زوين. من بعد ما تسلق لينا الجزر غادي نخليوه حتى يبرد، وبطبيعه الحال حتى يطيب، يعني تقيسيه بيدك هكذا يكون طايب. غادي نديرو هكا في الخلاط الكهربائي. انا حيدت له الماء ديالو لانه كان سخون بزاف وعوضته بالماء بارد، ولكن الماء ديالو ضروري انك تضيفيه فيه. غير انا غادي نطحن العصير هو الاول، وغادي نخلي هذاك الماء اللي صفيته منه حتى يبرد تماما، عاد غادي نزيدو في العصير وغندورو واحد الدوره. وعندي هنايا واحد 3 برتقالات كبيره، حتى هما غادي نقيهم مزيان، وغادي نحيد منهم الا كانوا فيه العظومه ولا باش ما كتسببليش في المروريه في العصير، وغادي نضيفهم حتى هما فوق الجزر في الخلاط الكهربائي. والمكون الرئيسي اللي في هذا العصير هو الفريز. الا ما كاينش وما متوفرش عندك، زيدي له دانون بنكهه الفريز. فمن الاحسن ضروري هاد البنه في هاد العصير، لانها كتعطيه ولا كتخليه رائع ما تشبعيش منه. انا حاليا متوفر عندي الفريز، ضفته لان هذا هو الموسم ديالو، موجود تبارك الله بكثره. ولكن الا ما كانش عندك متوفر، غادي تضيفي يوغورت ديال الفريز، حتى هو كيعطيه نفس المذاق وكيجي اللوغو ديالو يا سلام. كيف ما كتشوفوا الخلاط الكهربائي ما هزش ليا الخليط كامل، ولهذا قسمته. غادي نطحن الخليط مزيان، غادي نخليه يتطحن واحد 8 ديال 2 دقائق. وفاش غادي يتطحن غادي نزيد عليه الماء، يعني نعمر هذا الكاس بالماء وغادي نفرغو. وغادي نفس الحاجه غادي نضيفها حتى العصير اللي نقصت، حتى هو غادي نطحنوه مزيان، وغادي نزيد عليه كميه من الماء. هذا العصير هذا راه خرج لي كميه ديال 2 جيترو وربع ديال العصير، كيخرج كميه كبيره تبارك الله. وكيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو والختوريه ديالو اللي كيجي يا سلام، فعلا يستحق التجربه. وهذا هو اللي كيبقى معتمد عندي في رمضان ولا من غير رمضان، كنديرو بزاف، وحتى في فصل الصيف حتى هو كنديرو بكثره، لانه كيبرد العطش وفي نفس الوقت راه صحي ومنعش، وراه كيبقى احسن بكثير من العصير الجاهز. فكنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.